زيك. هي الكوره كيمياء؟ لا، هي البلد السياسه فيها اللي كيمياء. لا حول الله. انت فاهم حاجه؟ لا، ما انا لسه كنت هقول لك انت كده بتلمح على انه في كيمياء. ايه التغيير الوزاري فيه ايه؟ لا، في تهريج. في تهريج؟ طبعا. مين شريف اسماعيل؟ اذا كنا غيرنا الوزاره عشان محمد فوده الفاسد، شريف اسماعيل كان قاعد على حجره. يا راجل شوفوا صوره. هو فيها سياده رئيس سيسي خير ان شاء الله. لا، والكلام اللي بيقوله مين؟ مرتضى منصور يا فندم على مسؤوليتي. لا انا اسف، انا مش بقول عشان على مسؤوليتك، انت راجل مرتبط دايما ب يعني الوسط الاجتماعي في كل يعني درجاته، مش حكايه على مسؤوليتك. انا حزين من حق الرئيس السيسي يغير، لان دي مسؤوليته، لكن ما يجيبش شريف اسماعيل اللي معين مراته في ام بي وكل عيلتها شغاله في ام بي وعاملين شركه ام بي عزبه. ما ينفعش اللي قاعد مع محمد فوده عمل معاه 15 لقاء مصار معاه عشان يدخل له مش عارف غاز وايه في زفته. لا يا استاذ، لا يا استاذ، احنا مش موافقين على اللي بيعمله. هو المفروض ان الاجهزه بترفع للسيد الرئيس ولا لا؟ لو في اجهزه يا استاذ، لو في اجهزه. انا بقول علنا اهو، انا ضد هذا الرجل، ضد هذا الرجل، ضد هذا تاني اهو، وبقول عندي اسبابي. اذا كنت يا سياده الرئيس غيرت عشان قضيه فوده اللي فيها فساد، فاسال شريف اسماعيل قعد مع محمد فوده كام مره وصوره عندك، خش على الموقع هتلاقي صوره عندك. لا لا قوة الا بالله. لا يا سياده الرئيس، لا مفيش كارت بلانش لحد خالص. 30/6 لما الناس قامت بعد اذن حضرتك، وانا راجل كنت بقول للناس انزلوا، وانا قابلت حضرتك قبليها، وانا كنت متعرض اخد اعدام وما خدتش محمد مرسي والناس اللي معاه طبعا. كنا عشان النهارده يبقى بكره احسن مش بكره اسوأ. فانا اسف، لا، هذا الاختيار خاطئ. تاني، هذا الاختيار خاطئ، ولازم تراجع نفسك ومش عيب. لان مشكلة حسني مبارك هزعلت لما كان بيعاند شعبه. حضرتك شلت الوزارة وبتعمل وزارة جديدة عشان شايف ان في الطوب الابيض ده بقعتين 3 بسبب فودة. لا، شريف مع فودة، كلام واضح وقدام ربنا، بشهد ربنا عليك يا رئيس سيسي. بقول لك اهو، اذا كنت سيادتك غيرت عشان فودة، اصل حضرتك غيرت عشان في ناس شغاله ضعيفه، الكلام ده فاضل شهرين ودي تيجي حكومه طبيعي الانتخابات، تمام؟ صحيح. انما عقب احداث فيها فساد وفوده، لا، فوده اللي قاعد على حجر شريف اسماعيل. من فضل حضرتك، كلام واضح وبحمل مسؤوليه قدام ربنا. بقول لك اهو، عشان انا فاكر يا سياده الرئيس لما اليوم انا قعدت انا وانت لوحدينا وقلت انا ومحمد مرسي والاخوان هنتحاسب قدام ربنا. صحيح. بقول لحضرتك انا وانت هنتحاسب قدام ربنا في تعيين شريف اسماعيل.